صباح الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ترى مين عامل زي كده اول ما بيشوف كيس المخلل الاحمر ده بيفتكر رمضان بقى واجواء رمضان والجو الحلو؟ كل سنه وانتم طيبين. انا عن نفسي انا والولاد اول ما بشوفه كده بفتكر الاكله دي على طول، بقوم داخله كده محضراها، ما بتاخدش وقت خالص وبجد طعمها حلو جدا وتدفي المعده كده، بجد حاجه سهله كده وسريعه وفي نفس الوقت على قد ايدينا، بس طعمها حلو جدا. اول ما بشوف بجد كيس المخلل ده يا بنات، انا وبنوتي لازم اول ما نشوف كيس المخلل ده نفكر فيه. اول حاجه حطيت حله ميه على النار، تمام كده. اي نوع مكرونه تفضليه وتحبيه حطيه. انا عن نفسي مكه اول ما اقول لها انت عايزه تاكلي مكرونه ايه تقول لي اللي هي بتتشفط على طول. اكتر نوع بتحبه المكرونه الاسباجيتي. هنزل بقى الكميه المناسبه اللي انا هعملها زي ما انتم شايفين كده اهوت. ده يعني تقريبا كان كيلو الا ربع مكرونه، تمام كده. هنزلهم من غير اي حاجه عليهم، ماشي. يبداوا يهدوا كده وينزلوا لتحت، اقوم حاطه عليهم معلقه زيت واقلبهم كويس جدا واسيبهم بقى يا بنات كده لغايه لما تتسلق معايا. خلاص كده اتسلقت معايا 3/4 سوا. انا ما بحبش اسوي المكرونه قوي عشان ما تعجنش. هصفيها وادخل على اجمل واحلى صلصه ممكن تاكليها. انا هجيب شويه زيت محترمين لان دايما المكرونه بتحب الزيت الكتير. شويه زيت كتير. انا هشيل الفص الثوم اللي هو نزل سليم ده، ماشي. اول ما يتحمر معايا مش هغمقه قوي يصفر معايا كده، هكون ضاربه شفشق طماطم وهقوم نازله بيها كده على طول على الثوم بتاعي بعد ما اتشوح. خلاص كده، خلاص هو كده خد اللون الحلو المناسب، مش عايزه اغمقه اكتر من كده. هنزل بالطماطم زي ما انتم شايفين، وطبعا التوابل اختياري، بس مكعب المرقه لازم تحطيه في المكرونه، بيرفع لك طعم المكرونه جدا جدا، تمام. انا كان عندي بيض، قمت ايه، هما كانوا 6 فقمت حاطه حله كده وقمت سلقاهم زي ما انتم شايفين كده اهوت. المكرونه مع المكرونه السخنه يا جماعه كده بالصلصه مع البيض السخن مع كيس المخلل ده، ميكس التلاته مع بعض، مش قادره اقول لكم جمالهم وحلاوتهم. لازم تجربيهم عشان بجد وجبه حلوه جدا جدا. اتسلق معايا وبقى زي الفل، وخلاص الصلصه بتاعتي اتسبكت كده. بس قبل ما تتسبك يا بنات انا قمت جايبه قرن فلفل حراق كده مقطعاه يعني حلقات كده، وقمت حاطه منه ايه شويه كده، كانت مديها ريحه يا نهار ابيض. خلاص كده اقلب المكرونه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهوت في الصلصه كده على طول على النار، والنار شغاله، تمام. بقت معايا اجمل واحلى مكرونه ممكن تاكليها. والمكرونه الاكله دي بالذات لما بتكون على جوع كده يا نهار ابيض بتتنسف في ثانيه الا ثانيه، تمام كده. نفتح بقى اجمل واحلى حاجه، دي الفراخ ودي اللحمه وده البانيه بتاعي. يعني انا مش قادره اقول لكم بجد حلو جدا جدا ما شاء الله كده. افضيه بقى كده اهوت، افتحه من تحت كده وافضيه في طبق كده كبير كده بالدقه بتاعته. تبصوا اهم حاجه تخلي بالك من الحته اللي حصلت دي، تمام. يعني انت تفتحيه كده بالراحه وبحذر جدا جدا. انا مش عارفه ايه اللي خلاني اغرق الدنيا كده، بس مش مشكله خالص. مش هفضيه كده اهوت زي ما انت شايفه. ولازم يا بنات ده ما بيخلصش على طول، لازم ده الكيس ده ما شاء الله كبير فبيقعد معانا شويه كتير، فمش لازم خالص نرمي الميه، تمام كده. اجيب الطبق بتاعي اللي انا هغرف فيه واقوم منزله حله المكرونه كده اهوت. مش قادره اقول لكم على الجمال، هو تقريبا شكلها بيتكلم عن نفسها. قشرت البيض طبعا خلاص، انا يعني صفيته ماشي وبردت شويه وقمت مقشراه كده اهوت. هحطه زي ما هو، مش هزعله ولا حاجه. ودي كانت اكلتنا المتواضعه بس بجد حلوه جدا جدا. جربيها، كل حاجه داخله ببعضها كده يا نهار ابيض بجد في منتهى الجمال. على قد ايدينا، التغيير مطلوب عشان الواحد ما يزهقش من الاكل كل يوم. وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفه وكانت سهله وسريعه عليكم واستفدتوا مني ولو بحاجه، ما تنسوش اللايك والاشتراك والمتابعه يا جماعه والشير على قد ما تقدروا. بحبكم في الله يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد.